احنا اللي بنصنع او احنا اللي بنحط الموضة لمطبخك وللمطابخ عموما. احنا اللي بنحط احلى افكار واحلى تصميم لاي مطبخ. المطبخ ده احنا حققنا فيه احلى تصميم واحلى وظيفة. تعالوا بينا نحكي لكم بقى تفاصيل. احلى صورة لازم نضيف فيه بعض التفاصيل المهمة في الشكل، وما ننساش التخزين بتاعه، لان هو ده اللي انت هتحتاجيه واللي هتستخدميه. تمام. لكن في نقط هامشيه نقدر نحولها لشكل كويس في الديكور بتاع المطبخ. هو ده اللي احنا بنلعب عليه، ان الحاجه اللي مش مستغله او اللي مش هيبقى استغلالها مهم قوي بالنسبه لي اخليها كجزء ديكور. ده هيديكي شكل احسن وتحافظي على رونق المطبخ وتظهريه بشكل افضل. زي هنا خدنا شكل كده ديكوري في الاول جاي بشطرة ظريفة. اهم حاجة في النقط دي ان انت تكوني بتتعاملي مع مكان بيصنع بشكل احترافي، لان الغلطة في التفاصيل دي هتحول المطبخ بدل ما هو كان شكل ديكوري بقى شكل سيء. الجزيرة هنا كانت عامل مهم جدا وعامل جميل جدا، ضاف للمطبخ شكل كويس، مساحة تخزين أحسن، ضاف حوض قريب للبوتاجاز، ضفنا ديكور في الأول يبقى للمدخل. احنا مقتبسين فكرة الجزيرة من ديزاينر مصري عموما، مش فكرتنا. خدنا هنا وحدة ديكور في الأول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في مدخل المطبخ، وخدنا هنا وحدة تخزين تحت الحوض ضفنا فيها اكسسوار سلة زبالة. تمام. يفتح مع الضلفة ويقفل مع الضلفة. ردينا برضو على وحدة الديكور بوحدة ديكور تانية الجهة اللي قدامها، وبعد كده خدنا من ورا مساحة للي يقعد يبقى قاعد مرتاح بشكل كويس بالفرق العمق للوحدة. تمام. ضفنا تجليدة خشب طبعا شكلها ظريف، مساحة كافية جدا للكراسي. خدنا هنا مساحة أكبر للحركة عشان في تلاجة وفي باب تلاجة هيفتح وفي كراسي هتكون هنا، فخدنا هنا المساحة الأكبر للحركة وخلينا المساحات الأقل ستاندر لباقي المطبخ. الحركة زي ما انتم شايفين كافية جدا لشخص يقف يتحرك براحته، يستخدم هنا أو هنا مفيش أي مشكلة، وحد عدى من وراه برضه مش هيتأثر. خدنا هنا غسالة الأطباق والأقرب للمطبقية والأقرب
للحوض، بحيث ان انت وانت بتستخدميها تبقي واقفه في المكان الواسع، ما تبقيش واقفه في المكان الاضيق. تمام. بعد كده خدنا بعدها وحده تخزين في المكان الضيق، بحيث ان انا مش باب الضلف مش كبير زي باب الثلاجه، باب الغساله. بعد كده عندنا غساله الملابس بعدها. بعد كده عندنا فوق المطبقيه اكسسوار بلوم، عشان ابقى بتحرك تحت وانا بستعملها او انا فاتح الضلفه ما ابقاش معرض خالص ان انا اخبط فيها. وخلينا كمان المطبقيه هيدروليك. تمام. سوفت طبعا، اكسسوار برضه سوفت كلوز. بعد كده وحده تخزين كويسه جدا 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 شمال المطبقيه. تمام. وبعد كده بما ان دي بمساحه الرخام الاساسيه اللي انا هقف اجهز عليها الاكل والشرب وهكذا، الطبخ بتاعي كله هيتجهز في المكان ده، لان ده احسن مكان مثالي قريب للحوض قريب للبوتاجاز. ضفنا هنا اضاءه سفليه بالشكل ده. ضفنا هنا وحده رف تحطي فيها مثلا التوابل بتاعتك والحاجات اللي انت تستخدميها سريعا، مكان مناسب جدا. بعد كده عندنا منطقه الدواليب. منطقه الدواليب خليناها جمعناها كلها ناحيه الجنب ده. تمام. بحيث ان يبقى الثلاجه والكولدير ودولاب الفرن والميكروويف ودولاب النظافه كلهم في جنب واحد، واسيب المساحه الباقيه كلها للاستخدام اليومي. فبقى عندك المطبخ منقسم لجزئين، وفي نفس الوقت احنا رابطين كل ده بشكل واحد بترابط كويس جدا. تعالوا اشرح لكم الدواليب دي. بدأنا هنا بدولاب ادوات النظافه على اليمين. تمام. حطينا فيه الانبوبه وحطينا فيه الاكسسوار المقشات، حامل المقشات. وبعد كده ضفنا هنا وحده تخزين دولاب الفرن والميكروويف زي ما انتم شايفين كده. تمام. خدنا من تحت درج للخضار. تمام. درج كبير 60 سم كافي جدا. طبعا عملنا الاكسسوار نفسه تفصيل علشان يبقى تخزينه كويس، مش الجاهز هيبقى صغير. وبعد كده درج تاني، وبعد كده جزء هويه اضافه تهويه للفرن. تمام. عندك الفرن بيلت ان، عندك الميكروويف بيلت ان، براحتك. الميكروويف حباه بيلت ان او عادي مش هتفرق، هو كده كده نفس الحيز لكن بيختلف في الشكل. خدنا هنا وحده تخزين علويه بالشكل ده. تمام. وبعد كده خدنا وحده تخزين هنا قسمناها صواني وفيها رف كمان تخزين كافيه جدا. وبعد كده خدنا هنا وحده تخزين علويه، وخدنا تحتها ضلفه تغطي قارة المية بالشكل ده. فبقى عندنا الشكل في مجملا جميل جدا. بعد كده عندنا مكان التلاجة. مكان التلاجة هو مكان بيكون بارز. الجهاز شخصيا عمرك ما هتلاقي تلاجة هتديكي نفس عمق المطبخ. تمام. كله بيسيبها طالعه لوحدها، لكن انا ما ينفعش ان انا اسيب جهاز ملوش علاقه بالمطبخ، لازم نربطه بالمطبخ بشكل كويس. فاحنا استغلينا العمق ده بشكل ديكوري يكمل معانا بالشكل الخشابي ده، يطلع لفوق حرف البي المشهورين بيه من براند بتاعنا بيرلا. تمام. بالشكل ده. تمام. مكان عالي، انا كده كده مستغل المطبخ كله علويا، مفيهاش مشكله ان انا اجي في مكان زي ده في وش الريسبشن ان انا اعمله بشكل ديكوري، احط فيه اكسسوارات يديني شكل كويس، وفي نفس الوقت عندي تخزين كافي جدا بالشكل ده. تمام. عمق العلبه العلويه ما بيبقاش للاخر عشان تهويه الثلاجه من الخلف. وعندنا 5 سم التهويه بتوع الثلاجه داير ما يدور. وهو دي النقطه ان احنا المطبخ مش كله مهم ان احنا نستخدمه، او مش كله مهم ان احنا نخليه تخزين. لا، في نقط ملهاش لازمه ان انا استخدمها تخزين، هتبقى احلى واقيم ان انا لو عملتها ديكور. انا عندي تخزين كافي، مش لازم اعمل ضلفه هنا. في النهايه المطبخ هو تخزين وديكور وتفاصيل بنربطها ببعض بشكل حلو. لازم تختاري كويس جدا المكان اللي هيعمل لك التصميم، لازم تختاري مكان كويس جدا 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 اللي هينفذ المطبخ علشان تراعي التفاصيل دي، وادق التفاصيل، تفاصيل الفينش، تفاصيل الخامه، تفاصيل التجميع. مش اي حد يركز فيها. المطبخ ده كان منتج هايل جدا، جمع ما بين الشكل الرائع وما بين التخزين الهايل. حققنا الوظائف الاساسيه، تناقشنا في التصميم بشكل واسع جدا. عرفنا ناخد منه افضل استفاده رغم ان هو متشطب
وملتزمين باماكن تاسيس. كان بس التاسيس اللي اتعاد او اللي اتظبط كان هو تاسيس الحوض، كان مترحل شويه لورا، لكن طبعا عشان نراعي مسافه الحركه فغيرنا المكان ده بعلم العميل. لازم كان تفصيله زي دي مش هتبان لو احنا قلنا هنعمل جزيره عشوائيا كده في المطبخ وخلاص. ده كان منتجنا النهارده. ان شاء الله اشوفكم في مطابخ جديده واماكن جديده. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. مع السلامه.